بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الناس كلها تكون بخير. وفيديو جديد هنتكلم على ماتش الزمالك وغزل المحله اللي هيتلعب خلاص كمان ساعات. مباراة الساعة 5 على استاد هيئة قناة السويس في الجولة العاشرة. وهنتكلم عن التشكيل المناسب او التشكيل المتوقع بالنسبة ليانيك فيريرا يبدأ بيه ماتش زي ده في ظل الغيابات اللي موجودة في الفريق. وهنتكلم عن الأزمة الجديدة داخل نادي الزمالك، أزمة عبد الحميد معالي اللاعب المغربي. وفي نهاية الفيديو عاوز اتكلم على النادي الإسماعيلي وعلى الحال اللي وصل بيه كيان كبير وكيان عظيم بحجم النادي الاسماعيلي. نبتدي بماتش الزمالك وغزل المحله. ماتش غزل المحله من وجهه نظري ماتش صعب جدا. غزل المحله فريق محترم، فريق كبير، فريق عنده خط دفاع الله اكبر عليهم. هل يانيك فيريرا درس فريق غزل المحله؟ هل يانيك فيريرا محضر حلول لماتش المحله وان انت ازاي تخترق دفاع قوي زي غزل المحله، ولا انت محضرتش؟ واتمنى تكون حضرت وما تبقاش زي ماتش الاهلي. انت نازل ماتش الاهلي انت ولا عارف امكانيات لعيبه الاهلي ولا دارس لعيبه الاهلي ولا اتفرجت لهم على ماتشات طول السبع ثمان ماتشات اللي لعبوهم في بطوله الدوري ولا اي حاجه. فنتمنى النهارده ما نشوفش ان يانيك فيريرا مش دارس فريق غزل المحله، ما عندوش حلول طول ال 90 دقيقه. غزل المحله الفريق الوحيد في الدوري المصري قادر ان هو يدافع 90 دقيقه قدام اي منافس، سواء فريق كبير، فريق في منتصف الجدول، فريق في اخر الجدول. هو عنده القدره دي، ولاعيبه غزل المحله بتتمرن وبتتدرب على ده. كابتن علاء عبد العال مدافع، يعني مدرب طول عمره في الدوري المصري مع كل الانديه اللي مسكهم وكان ابرزهم الداخليه. هو راجل بيعرف يدافع، هو راجل مدرسه دفاعيه. فغزل المحله شفناه في ماتش الاهلي 90 دقيقه بيدافع. لعيبه الاهلي ما كانتش عارفه تخترق دفاع غزل المحله بكم النجوم دي. فماتش صعب على لعيبه نادي الزمالك. اتمنى ان اللعيبه تبقى رجاله، واتمنى ان يانيك فيريرا يبقى دارس فريق غزل المحله، لان انت هتقابل صعوبات. طبيعي انت هتنزل ضاغط عايز تهاجم، المحله هيوقف لك الاتوبيس ورا هيدافع. فهل انت عدى نص ساعه، عدى الشوط الاول ما سجلتش هدف، هل انت عندك حلول؟ محضر حاجه لغزل المحله؟ محضر فكره تخترق بيها دفاع غزل المحله ولا لا؟ نتمنى ونشوف، يعني هنستنى ونشوف ايه اللي هيحصل في ماتش الزمالك وغزل المحله. اللي اتمنى بس لعيبه نادي الزمالك تبقى رجاله، مفيش وقت ولا في فرص ان انت تفقد اي نقطه. المصري امبارح بيكسب البنك الاهلي بيصعد ل 18 بونت، هو اول الدوري. فان شاء الله الزمالك يكسب النهارده عشان يبقى 20 يفضل في صداره الدوري لحد ما نشوف الاهلي وبيراميدز. نستنى اي هديه تيجي من اي فريق منهم. قبل ما اتكلم على التشكيل، يانيك فيريرا ضم سيف الدين الجزيري وضم شيكو بنزا. طب شيكو بنزا ليه ما ضمتوش في ماتش الاهلي؟ كان عندك مشكله معاه. طب ليه ضمته ماتش النهارده؟ ما انت المفروض راجل عندك مبدأ، ما كنتش ضمته. تمام. سيف الدين الجزيري كان المفروض يبقى موجود في ماتش الاهلي، وكانت مصر كلها بتتحايل على يانيك فيريرا ان لعيب زي سيف الدين الجزيري بيعرف يلعب ماتشات الاهلي. مش هقول لك ليه حظ وبيسجل اهداف، لا، بس اللعيب اللي زي سيف الدين الجزيري، اللعيب السريع، اللعيب القوي، اللعيب اللي بيقاتل على كل كوره، هيقدر ان هو على الاقل يشاكس دفاع النادي الاهلي. زائد ان انت كنت بتدافع فانت بتلعب على مرتده، فبدل ما كنت تلعب بمرتده بناصر منسي هتلعب مرتده بسيف الدين الجزيري. فبرضه في علامات استفهام كتير على يانيك فيريرا والله العظيم. شيكو بنزا ازاي اتضم في القايمه؟ مش هقول لك عشان انت شديت معاه وما ضمتوش ماتش الاهلي، ده بعد الفيديو الكارثي اللي انتشر على صفحته. ازاي لعيب زي ده يا جماعه يبقى موجود في نادي الزمالك؟ حتى لو الاخبار اللي طلعت ان نادي الزمالك عاوز يبيع شيكو بنزا في الشتاء في يناير دي صح، يعني صحيحه والكلام ده حقيقي، يفضل موجود قاعد ما بيدخلش القايمه. لعيب زي ده ازاي يبقى موجود؟ يعني انتوا مشيتوا مصطفى شلبي عشان تجيبوا لي شيكو بنزا؟ يعني الناس اللي في نادي الزمالك انتوا مقتنعين ان شيكو بنزا احسن من مصطفى شلبي؟ كنت سبته مصطفى شلبي اهو سادد خانه، ومصطفى شلبي لعيب كبير وشوفوا اداؤه مع البنك الاهلي عامل ازاي. بس كان محتاج اللي هو يتعامل نفسيا، وكان جمهور الزمالك هيقدر ان هو يرجع لك مصطفى شلبي لمستواه لما يدعمه زي ما بندعم كل الناس اللي موجوده في نادي الزمالك وكل اللعيبه في اوقات ما بيبقوش رجاله. ففي علامات استفهام كتير على يانيك فيريرا والله العظيم. وجون ادوارد يعني نتمنى بقى ان اي ماتش الزمالك هيقع فيه تعادل ولا خساره يانيك فيريرا لازم يمشي. والفلوس اداره نادي الزمالك دي تتصرف، مش هتقدر تتصرف في غرف داهيه بقى ويمشي، عشان احنا تعبنا والله العظيم، احنا تعبنا. التشكيل المناسب من وجهه نظري اللي يانيك فيريرا يبدا بيه ماتش النهارده:
طبعا مفيش اختلاف على خط الظهر بتاعك، محمد صبحي على اليمين، عمر جابر، وعلى الشمال محمود بنتايج ومحمد اسماعيل وحسام عبد المجيد، ثنائيه قلبي الدفاع. قدام منهم هيبقى دونجا وناصر ماهر، بس عبد الله السعيد مش موجود. اتمنى احمد حمدي واتمنى ان يانيك فيريرا ما يألفش في المركز ده، يبقى معاك دونجا وناصر ماهر واحمد حمدي في ظل غياب عبد الله السعيد ومحمد شحاته. على اليمين خوان الفينا، وعلى الشمال لا مش شيكو بنزا، ادم كايد. ادم كايد يبدا ماتش النهارده، دي من وجهه نظري. شيكو بنزا ينزل ربع ساعه نص ساعه حسب ما هو يحتاجه في الماتش، لكن ادم كايد يبتدي ماتش النهارده. وقدام اتمنى عمرو ناصر، يعني عمرو ناصر بعد النص ساعه اللي لعبها قدام ماتش قدام الاهلي في الماتش اللي فات، اتمنى ان هو يبدا لعيب، تحس ان هو راجل في الملعب. وكان هيسجل التعادل في اخر دقيقتين، الكره اللي جت في العارضه. بس سيبك من دي، لعيب في الملعب هو بيقاتل على كل كوره، لعيب تحس ان هو عنده دم، عايز يعمل حاجه، واللي ربنا هيقدره عليه هيعمله. فنوعيه اللعيبه دي انا اتمنى اشوفها في الملعب دايما. لعيب حلو، لعيب عنده روح كده وعنده حركه وسريع وبيقاتل على كل كوره، ولعيب مش جبان. نتمنى ان هو ياخد فرصه النهارده، وان شاء الله نشوف مستوى كويس من عمرو ناصر، زائد ان انت معاك عدي الدباغ ربنا يشفيه ويرجع من الاصابه. نبتدي ان احنا نطور اللعيبه اللي عندنا. والله العظيم الدوري مش صعب بس لعيبه نادي الزمالك تبقى رجاله، مش طالبين منك غير ان انت تبقى راجل في الملعب. بص على الماتشات اللي انت ضيعتها بكل استهتار وبكل رعونه، هتلاقي ان انت كنت قادر والله العظيم، وكان زماننا اول الدوري، ومش محتاجين نبص ولا على الاهلي ولا على المصري ولا على بيراميدز ولا على اي حاجه. ما علينا، يعني ان شاء الله خير، وان شاء الله الزمالك ياخد الثلاثه بونت النهارده. نيجي للموضوع اللي بعد كده، ازمه عبد الحميد معالي. عبد الحميد معالي احنا جايبينه من نادي اتحاد طنجة المغربي، لاعب تحت السن ب 500 الف دولار، ولا جنيه اتدفع في صفقه عبد الحميد معالي. التصريحات اللي خرجت امبارح من رئيس نادي اتحاد طنجة نصر الله كارتيت، قال ان هو اخد وعود من جون ادوارد ان الفلوس تدفع، الفلوس ما اتدفعتش، وان هو كان رايح على الفيفا بس اتواصل مع جون ادوارد، وجون ادوارد وعده ان في الاسبوع ده هيدفع ال 500 الف دولار، يعني 25 مليون جنيه مصري. طب احنا معناش فلوس، احنا كنا بنتصرف على مستحقات اللعيبه، ولما جه المهندس هشام نصر دفع ال 25 مليون جنيه اللي هي جزء من مستحقات اللعيبه. طب نادي الزمالك ما فيهوش فلوس، هندفع ثمن الصفقات دي ازاي؟ يعني هو الواحد مش عارف. يعني كان بيقول لك رجال الاعمال بتمول، طب احنا بقالنا شهر في ازمات في نادي الزمالك ما سمعناش ولا رجل اعمال دفع جنيه حتى لنادي الزمالك ولا الاستاذ ممدوح عباس ولا اي حد من اداره نادي الزمالك. اكيد انتوا ناس يعني ما شاء الله عليكم رجال اعمال، واكيد ليكوا بيزنس خاص ومعاكم فلوس، طب ما تدفعوا لنادي الزمالك. يعني ما انتوا بتستفيدوا من نادي الزمالك ده، شهره وفلوس وكل حاجه، ليه ما تحلوش ازمات داخل نادي الزمالك؟ ما هو ده واجب عليكم، يا اما انتوا لو مش قد المسؤوليه امشوا. يعني ازمه زي دي لما راجل يقول لك انا كنت رايح الفيفا اقدم شكوى، طب واحنا في حمل وقف قيد؟ طب احنا في حمل غرامات؟ ما كفايه اللي عندنا. جوميز عاوز فلوس، كونراد ميشيلاكي عاوز فلوس، ستريلا دا امادورا فريق شيكو بنزا عاوز فلوس، والفريق البرتغالي بتاع الفريق الاوكراني عفوا بتاع خوان الفينا عاوز فلوس، والنهارده اتحاد طنجة عايز فلوس. شوفوا بقى هتدفعوا الفلوس دي ازاي، ولا هتحلوا ازمات اللي داخل نادي الزمالك دي ازاي. ربنا يسترها على نادي الزمالك من شر مجلس الاداره اللي موجود دلوقتي داخل نادي الزمالك. نيجي بقى وحاجه اخيره للنادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي يعني كل الناس بتناشد وكل الناس بتطالب بقالنا سنين، وكل الناس بتطلع في الاعلام تتكلم. النادي الاسماعيلي حاله بقى صعب، النادي الاسماعيلي هيهبط الموسم ده درجة تانية. الهبوط اتلغى الموسم اللي فات عشان خاطر النادي الاسماعيلي، ويعني وناس كانت ضد القرار ده، وهو الصح ان ما كانش الهبوط يتلغي، بس والله الواحد ما متخيل ان ممكن الدوري المصري يتلعب من غير برازيل العرب، دراويش الكرة المصرية النادي الاسماعيلي. يا جماعة النادي الاسماعيلي ده نادي كبير وفريق كبير، عارف الازمات اللي عندنا في الزمالك مهما كان بيجي عليها وقت وبتتحل، بتلاقي رجال اعمال بتمول، بتلاقي مش عارفة ايه. نادي الزمالك بيمشي، وفي اسوأ الظروف بنعرف ان احنا ناخد بطولة، بنعرف ان احنا نعافر، بنعرف ان احنا ننافس. لكن النادي الاسماعيلي وصل لحالة سيئة.
انا نفسي الناس اللي بتعامل الاهلي والزمالك تبص شويه على النادي الاسماعيلي. النهارده النادي الزمالك فيه ازمات، الاعلام كله بيتكلم عن نادي الزمالك. النادي الاهلي كان فيه ازمه لمده شهر، شهر ونص، الاعلام كله الدنيا كلها اتقلبت عشان خاطر النادي الاهلي. طب الفريق اللي بقاله 10 سنين في مشاكل، ليه ما حدش من الاعلام بيطلع يتكلم ويدافع عن النادي الاسماعيلي؟ ليه وزارة الشباب والرياضة ما بتتدخلش عشان تحل أزمة داخل النادي الإسماعيلي؟ النادي الإسماعيلي بيلعب بالناشئين، النادي الإسماعيلي موقوف قيد عشان عليه فلوس، النادي الإسماعيلي ما بيدفعش مستحقات للعيبة، النادي الإسماعيلي اتخرب عليه من كل الاتجاهات ومن كل النواحي. لحد امتى النادي الإسماعيلي هيفضل كده؟ الموسم ده النادي الإسماعيلي انت بتتكلم في 10 ماتشات، المفروض ان هم ب 30 بونت، معاه منهم 4، كسب ماتش وتعادل ماتش وخسر 8 ماتشات. الحال اللي وصل فيه النادي الاسماعيلي ده حرام وكتير وما ينفعش. لازم الناس تتدخل ولازم المسؤولين يتدخلوا. النادي الاسماعيلي ما يقلش اهمية عن الاهلي والزمالك وعن الاتحاد وعن المصري. لازم الناس تتدخل في حل ازمة النادي الاسماعيلي. ده نادي كبير ونادي كبير قوي، ما يقلش اهمية عن الاهلي والزمالك، ولازم الناس تبقى فاهمة ده. والجيل الصغير اللي مش فاهم ان الاسماعيلي ده فريق كبير، لا لازم يفهم الاسماعيلي ده زيه زي الاهلي والزمالك. ماتشات القمة في الدوري المصري طول عمرها اهلي وزمالك، اهلي واسماعيلي، زمالك واسماعيلي. طول عمر ماتشات القمة في الدوري المصري الاسماعيلي موجود. النهاردة احنا بقينا بنقول بيراميدز، لا مش بيراميدز، لا مش بيراميدز. الاسماعيلي والاهلي والزمالك هم اقوى 3 فرق في الدوري المصري وفي افريقيا. النادي الاسماعيلي ده اول فريق مصري ياخد دوري ابطال افريقيا سنة 1970. فالاسماعيلي تاريخ كبير وفريق كبير. الاسماعيلي فريق كبير. نتمنى ان الناس تتدخل عشان تحل ازمات مشاكل النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي ما ينفعش ينزل درجة تانية كمان السنة دي، ده اذا ما نزلش. الاسماعيلي انت بتتكلم في 10 ماتشات مع 4 بونت. الاسماعيلي مطالب يكسب كل ماتشاته اللي جايه عشان يقعد في الدوري الممتاز. الناس لحد امتى هتفضل تدور على الاهلي وتفضل تدور على الزمالك؟ الزمالك في ظل الظروف الوحشه اللي فيه بنعرف ان احنا نتصرف وفي ناس بتساعد. الاسماعيلي ما عندوش حد، مجالس اداره بتتغير وكلهم فشله، نفس حال المجلس اللي عندنا في الزمالك النهارده. رجال الاعمال ما بقتش بتساعد الاسماعيلي، ما بقاش فيه اي حد بيحب نادي الاسماعيلي. الاسماعيلي ده طلع اساطير للكره المصريه. الاسماعيلي احنا زمان كنا بنقعد نقول للاهلاويه ده انتوا لولا الاسماعيلي ما كانش زمان تاريخكم بقى بالشكل ده. لان الاهلي اخد كم نجوم وكباتن كبيره قوي في تاريخ الاهلي، او خصوصا في الالفيه الجديده من النادي الاسماعيلي، سطروا تاريخ كبير في النادي الاهلي ونجوم كبار. انت بتتكلم على عماد النحاس، بتتكلم على اسلام الشاطر، بتتكلم على سيد معوض، بتتكلم على احمد فتحي، بتتكلم على بركات، بتتكلم على محمد فضل، بتتكلم على خالد بيبو. انت شايف الاسامي دي عامله ازاي في النادي الاهلي؟ انا بس بكلمك في الالفيه الجديده، انا اكيد في ناس ناسيها. زائد ان الاسماعيلي طبعا كان فيه حمص وعمر جمال، في لعيبه كانت جامده في الاسماعيلي. الاسماعيلي ده كان فريق صعب، الاسماعيلي ده كان فريق كبير قوي. اسال اي مشجع اهلاوي ومشجع زملكاوي ارجع لورا 10 15 سنه يقول لك انا ما بخافش. يعني انا زملكاوي ما اخافش غير من الاسماعيلي والاهلي. عديت ال4 ماتشات بتوع الفرقتين دولت انا كده مطمن. الاسماعيلي كان خصم قوي وخصم عنيف في الدوري المصري. ما ينفعش الحال اللي وصل فيه النادي الاسماعيلي. اتمنى ان الناس المسؤولين عن الكوره في مصر، سواء اتحاد الكوره وبدايه من وزاره الشباب والرياضه، تبتدوا تساعدوا النادي الاسماعيلي. انتوا لو الاهلي عنده ازمه او الزمالك عنده ازمه بتروحوا وتجروا عشان تساعدوهم. فنتمنى ان الاعلام بقى يبتدي يعني يتكلم على النادي الاسماعيلي ويبتدي يشوف حلول زي ما بتعملوا مع الاهلي والزمالك على النادي الاسماعيلي. والناس اللي بتحب النادي الاسماعيلي تبتدي انها تتكاتف ويحلوا ازمه النادي الاسماعيلي. واكيد وزير الشباب والرياضه لازم كل الكلام ده يوصل له، ولازم الناس تناشد وزير الشباب والرياضه ان الاسماعيلي ما ينفعش يعني يفضل في الحل اللي هو وصل له. النادي الاسماعيلي فريق كبير وما ينفعش. ده كان فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يعجبك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو مش مشترك في القناه اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.